الخيول تنام واقفة إلا في حالة وحدة. من المعروف أن الخيول تنام واقفة بالرغم من ضخامة جسمها بالنسبة لسيقانها الرفيعة والطويلة، وهذا الأمر سبب فضول عند مربي الخيول. وفي ميزة تساعد الخيول على الوقوف أثناء النوم وتسمى بجهاز البقاء، وهي مجموعة من العضلات والأربطة والأوتار الموجودة في الأرجل الخلفية، وهي تساعد على عدم بذل الجهد في أثناء الوقوف. تريح رجل وتريح الرجل الثانية بعد فترة. النوم على الأرض بالنسبة للخيل يشكل عليه خطر كبير، وممكن أنها تكون فريسة لأحد الحيوانات المفترسة. حصان لما ياخذ غفوة وهو واقف تخليه بحالة دفاعية ويقدر أنه يهرب من أي خطر بأي لحظة. والخيول ما تنام مع بعض البعض إلا يبقى حصان ولا اثنين هذولا صاحيين علشان يترصدون الخطر المحيط، وبحال وجود حصان أو حصانين يراقبون الخطر تأمن الخيول على حالة وتنام مستلقية. أنت إذا شفت خيل نايم وماخذ راحته وش تسوي؟ لايكي